الكاتب الكبير أنيس منصور حكى قصة من أجمل القصص عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وهو كان شخصية القرن. وبيقول إن الدكتور عبد القادر حاتم في عصر الرئيس جمال عبد الناصر استدعاه لأنه كان بيعمل برامج في التلفزيون. قال له: يا أستاذ أنيس، عايزينك تعمل حوار مع محمد علي كلاي. فقال له: أنا يعني ماليش في الرياضة وما أعرفش الفرق ما بين الملاكم والمصارع. قال له: أنت ذكي وشاطر وتقدر تعمل حوار كويس معه. هل نروح للفندق اللي نازل فيه؟ كان في رمضان. قال له: أنا لا، ده في الهرم بيركب خيل. فهو بيقول طبعا كان يعني الدنيا حر، وفوجئت بان كاميرات التلفزيون حد دخلت الجناح بتاعه دون يعني اذنه. المهم انهم انتظروه لحد ما رجع من الهرم، فقالوا له، فهو رفض. لكن بيقول: انا عملت حيله وقلت له: بص، كل ملوك الاسلام والرؤساء والرئيس جمال عبد الناصر مستنيينك في الاستوديو عشان يشوفوا التسجيل بتاعك، وانت حر بقى. فقال الحقيقه ان محمد علي كلاي يعني لما سمع ان الملوك والرؤساء منتظرينه وافق انه يروح معاه التلفزيون. هلك الكذبه الثانيه ان هو فوجئ بانه بعد ما راح الاستوديو عشان قبل ما يصوروا قال: انا عايز اخش دوره الميه. ففوجئ ان كل دورات المياه في التلفزيون مغلقه، حتى دوره الميه بتاع رئيس التلفزيون. هو بيقول بقى: انا يعني ما عرفتش اعمل ايه. فقلت له: بص، هدي الكذبه الثانيه اللي كذبها على محمد علي كلاي. قال له: بص، احنا عندنا في الاسلام المسلم ما يدخلش الحمام، لا يدخل الحمام الا بعد الافطار. انا عشان اهرب، لان هو ممكن يسيبني ويرجع الاوتيل وما يجيش تاني. المهم ان هو وافق محمد علي كلاي، وبدانا نسال عنه وعن حياته وقصته وعن رايه في المراه وفي التقدم وفي النجاح وفي التدريب. وخلص الفقره بتاعته. استاذ انيس منصور بيقول: بعد ما خلص طلع يجري من التلفزيون الى فندق هيلتون عشان يدخل دوره المياه، لدرجه ان الاستاذ انيس منصور بيقول كمان ان هو ما قدرش ينتظر الاسانسير، فطلع السلم 11 دور جري قفزا عشان يدخل الحمام. خد بالك، الاستاذ انيس منصور حكاء بصوره جميله جدا، وبعدين حقيقي طبعا كاتب كبير ومؤلفاته تربو على 200 مؤلف، رحلات وأدب وفلسفة وفكر. الأستاذ أنيس منصور لو قريت كتبه لن تشبع منها، وحكاياته كان حكاء يعني لا مثيل له. حبيت أقول لك على قصة جميلة حصلت مع محمد علي كلاي في زيارته للقاهرة. تحياتي، وأنا بشكرك جدا، وإن لم تكن قد اشتركت في القناة الخاصة بي يسعدني أن تشترك.